افضل نظام مذاكره يخليك تحب المذاكره ويخليك تحل كتب كتير جدا في وقت قليل. بارت 1. لان النظام ده خلاني اجيب امتياز واطلع من الاوائل بفضل الله. اول حاجه التاسك بريك داون، يعني تقسيم المهام الكبيره لمهام صغيره. هتجيب كراستك الفاضيه او ورقه او قلم وهتكتب فيها كل حاجه انت محتاج تذاكرها. يعني مثلا اكتب في كراستك المهمه الكبيره اللي هي ماده الفيزياء، وتحتها اكتب المهام الصغيره اللي هو الفصل الاول الكهربيه، والفصل الثاني التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي، والفصل التالت، وهكذا. وتعمل جنبهم مربعات. وبعد ما تخلص مثلا الفصل الاول تعمل عليه علامه صح. فاي مواد متراكمه عليك، اي مواد محتاج تذاكرها، تحطهم في الورقه وتكتب تحتهم الفصول اللي هتذاكرها وحطهم قدامك وانت بتذاكر علشان مش تنسى وتعملهم. تاني حاجه جهز مكان المذاكره. ما تذاكرش على السرير ابدا، لازم يكون في مكتب تذاكر عليه. لازم قبل ما تبدا مذاكره مكتبك يكون نظيف عشان يفتح نفسك على المذاكره، ومعاك ادواتك على المكتب، قلمتك وكشاكيلك والميه بتاعتك وكتبك عشان ما تقومش. تالت حاجه في اسلوب في علم النفس اسمه بوزيتيف reinforcement، اسلوب التدعيم الايجابي. طريقه البومودورو اللي هي 25 دقيقه مذاكره او 60 دقيقه مذاكره ما بتجيش مع كل الناس، فالافضل انك تحدد هتذاكر ايه وتقسم الماده الكبيره لفصول صغيره. وبعد ما تخلص الفصول او المهام اللي عليك اللي حددتها هتاخد بريك، وهتستخدم اسلوب التدعيم الايجابي. يعني في البريك هتدي لنفسك مكافاه او تعمل حاجه انت بتحبها، هتشرب المشروب اللي انت بتحبه، هتتفرج على فيلم او فيلم كرتون، او حتى تاكل سناكس انت بتحبه، او تتفرج على مسلسل. المهم تعمل حاجه انت بتحبها، او حتى تسمع بودكاست او تقرا كتاب. واهلا فسهلا.